وده الفيديو رقم 2 في سلسلة الحلقات اللي بنحضر فيها أكلات بتكون سريعة ولذيذة قوي، مش عايزين نقف كتير في المطبخ علشان نحضرها، وفي نفس الوقت بتكون في حلة واحدة ومناسبة للبنوتات اللي لسه داخلين المطبخ جديد. النهاردة هنحضر المبكبكة وهنعمل لها تويست لذيذ، هنقلها نقلة تانية خالص. في حلة على النار بكون مسخناها كويس جدا، ويفضل انها تكون ما بتلزقش. بضيف فيها معلقتين من السمنة البلدي، طبعا تقدروا تستخدموا زبدة أو زيت زي ما انتوا حابين، لكن أنا بفضل السمنة البلدي فيها. بعد كده ببتدي ان انا انزل بقطع اللحمة بتاعتي، وابتدي ان انا افردها بحيث ان ما يكونش فيه قطعة فوق التانية منها، وبسيب اللحمه مش بحركها ولا بقلبها تماما لغايه ما بتاخد اللون ده، واللون ده هو اساس الطعم اللي احنا هنشتغل عليه بعد كده. وبستمر في ان انا احمر اللحمه على كل اتجاه لغايه ما بتاكد ان اللحمه اخدت اللون ده من كل الاتجاهات. بعدها في الوقت ده ببتدي ان انا اضيف عليها الخضار بتاعي، وهنا انا ابتديت ان انا اضيف عليها البصل، وضفت عليها كمان البهارات الصحيحه. طبعا تقدروا تضيفوا اي خضار انتوا حابين تضيفوه، تقدروا تضيفوا بصل الفلفل اللي انتوا حابين تضيفوه، لكن انا اكتفيت بالبصل والبهارات الصحيحه لان انا هرجع اضيف الفلفل بعد كده. وطبعا تقدروا تضيفوا مستكه، تقدروا تضيفوا اي نوع بهارات انتوا حابين تضيفوه، لو ورق لورا او مستكه او ايا كان البهارات اللي انتوا حابين تضيفوها. وبعد كده ببتدي ان انا اسيبهم على النار لغايه ما بتاكد ان البصل اتكرمل شويه من تحت، والبهارات ابتدت تطلع الزيوت بتاعتها وابتدت ريحتها تطلع كده. بعدها ببتدي ان انا اضيف عليها السوائل بتاعتي، لكن قبل كده مش بضيف عليها اي سوائل خالص لغايه ما بتاكد ان انا استخلصت كل الزيوت بتاعه البهارات والبصل طلع الريحه بتاعته. بعدها ببتدي ان انا اضيف عليها السوائل، وهنا كنت ضفت نص طماطمايه. بعد كده لما بتكون اللحمه وصلت انها نص سوا ببتدي ان انا ارفعها من الشوربه، بعدها واصفي الشوربه كويس جدا. وطبعا مش بسيب الخضار او البهارات اللي في الشوربه دي كده، لازم ان انا طبعا بصفيهم كويس وبستخلص كل الطعم اللي فيهم اللي انا كنت اوريدي وصلت له في الشوربه. وطبعا خطوه التصفيه دي اختياريه، لو مش حابين ان انتم تعملوها تقدروا ما تعملوهاش، لكن بعد كده بتفرق في التقديم. بعد كده ضفت عليها من الطماطم اللي كنا مخزنينها قبل رمضان، ودي طماطم متسبكه وجاهزه وكنت شايلاها في الفريزر. بعد كده نزلت عليها طبعا اللحمه تاني، وابتديت ان انا اضيف عليها الشوربه، وسبت اللحمه لغايه ما بقت قدامها حوالي 10 دقائق علشان تستوي. وفي الوقت ده ابتديت ان انا اجهز الطشه بتاعتي اللي انا هعملها، وهتنقل المبكبكه طعم تاني خالص. ابتديت ان انا اضيف عليها 3 فصوص من الثوم، وضفت عليهم فلفل اخضر حار، وكمان ضفت معاهم ملح وكزبره وكمون وفلفل اسود. طبعا كل ده طحنته كويس جدا في الهون، تقدروا تستخدموا الكبه، لكن انا بحس ان الثوم ان الهون بيطلع كده كل الطعم والزيوت والروائح بتاعه الحاجات اللي احنا بنستخدمها. ابتديت ان انا طحنتهم كويس جدا، وبعد كده بعد ما اللحمه زي ما قلنا استوت ابتديت ان انا اضيف عليها الشوربه او الميه. انا هنا ضفت ميه، وابتديت طبعا ان انا ملحها كويس جدا، وضفت عليها البهارات، ضفت عليها ملح و7 بهارات وفلفل اسود، وقلبتها كويس جدا. وابتديت بعدها ان انا انزل عليها بالمكرونه بتاعتي. طبعا هنا ضفت معلقتين من الصلصه، وضفت كمان معاهم هريسه شطه. كميه المكرونه اللي انا هستخدمها بتكون راجعه لكم، يعني على حسب عدد الافراد في العيله اللي انتوا حابين ان انتوا تقدموا لهم المكرونه قد ايه. وهنا انا استخدمت المكرونه اللي هي الرينجز او الخواتم اللي هي الصغيره اللي بنستخدمها اوريدي في المبكبكه. تقدروا تستخدموا اي نوع انتوا حابينه، بس انا حبيت ان انا استخدم نفس النوع اللي بنستخدمه في المبكبكه. بعد كده ابتديت ان انا ازود الميه او الشوربه بتاعتي لغايه ما بتاكد انها غطت المكرونه تماما. ونيجي بقى ان احنا نعمل الطشه. ابتديت ان انا اضيف كده حوالي نص واحده من البصل الاخضر. انا هنا مش عايزه احمر البصل، انا حابه بس ان انا اوصل للطعم والريحه بتاعته. بعد كده ابتديت ان انا اضيف عليه الخضار اللي انا كنت دقاه في الهون، وابتديت بعد كده ان انا اضيفه عليه لغايه ما بيتحمر كويس جدا. يعني مش بياخد لون غامق، بس ببتدي ان انا احمره واخد منه كل الطعم بتاعه. بعد كده بعد ما اتاكد ان هو اتحمر كويس قوي ببتدي ان انا اضيفه بقى على المبكبكه بتاعتي. طبعا شايفين، يعني انا اتمنى كنتوا تشموا الريحه في الوقت ده والطعم عامل ازاي. ابتديت ان انا اضيفه عليها، وسبته عليها حوالي 4-5 دقايق كده على النار. طبعا يا جماعه الطعم خطير، والطشه دي بتنقلها في طعم تاني خالص. طبعا انا مش بغير في الثوابت بتاعه المبكبكه ولا حاجه، بس ده مجرد تغيير حبيت ان انا اضيفه ليها، وده طعم حلو جدا. قولوا لي لو حابين ان انا نستمر في سلسله الفيديوهات اللي بتكون سهله وسريعه ومناسبه للصيف ما نقفش فيها في المطبخ كتير، ولا نكمل في سلسله الفيديوهات اللي احنا بنعملها اللي هي بتكون فيها اكلات، يعني اكلات تناسب العزومات اكتر وكده. قولوا لي حابين نعمل ايه الفتره الجايه، وجربوها يا جماعه طعمها، وهستنى ارائكم في الكومنتس نعمل ايه.